كلمتين عن حمدي فتحي. حمدي فتحي خلاص احنا عرفنا ان هو بيدور على الفلوس، وعلى فكره معظم اللعيبه دلوقتي اللي موجوده في الدوري المصري بتدور على الفلوس فقط لا غير. مفيش حد بيدور بيشوف بقى الفانيلا، ولا انا بنتمي لكذا، ولا انا اهلاوي بس بدور على الفلوس، انا زملكاوي بس بدور على الفلوس. يعني ناس بس الفانيلا اذا كان هنا وهنا بيدور على الفلوس. حمدي فتحي في اخبار بنسبه 90% ان هو رايح بيراميدز، هياخد 2 مليون ولا 2 مليون دولار ونص ايا كان اللي هياخده. حمدي فتحي سابك عشان يخرج بره للوكرة عشان ياخد مليون وتمنمية ألف مليون وتمنمية ألف دولار، ورجع عشان ياخد 2.5 مليون دولار. قال لك الاهلي مش عايزني، انا هروح للفلوس وانا لعيب محترف. بصراحه انا كان من وجهه نظري انت غلطان لما جبت حمدي فتحي يلعب معاك 3 مباريات كاس عالم. كانش ليه اي لازمه وكان تعبان جدا. ما كنتش مقتنع بيه. شفنا ديانج بيميت حمدي فتحي، شفنا كان عامل ايه في خط الوسط، كان شايل خط الوسط ازاي. وقلت ان ديانج ده ما يتسابش، زي برضه في علامه استفهام لما انت تسيب القندوسي وتسيب ديانج، ازاي دول يتسابوا؟ جبتهم ليه اساسا؟ ما اعرفش. بس ما حدش يلوم حمدي فتحي. حمدي فتحي راح بفلوس، ده طبيعي. معلش انا عندي ديانج، عندي امام عاشور، عندي مروان عطيه، عندي محمد علي بن رمضان. حمدي فتحي ما ينفعش يلعب عليهم. ف يتكل على الله. انت غلطت من الاول خالص، انت تجيبه اعاره في كاس العالم، كانش ليها اي لازمه. ومحدش يجي يقول لي ان دلوقتي في انتماء. كل حاجه دلوقتي احتراف وفلوس فقط لا غير. انا هروح للي ادفع اكتر، بحب نادي كذا بس هروح للي ادفع اكتر. عشان ايه؟ مستقبلي. قال يعني هم ما ياخدوش فلوس. ربنا يهدي.